امم والله تحفه يا بنات، جربوها والله هتعجبكم جدا جدا جدا. ده اختراع ما اتعملش قبل كده على اليوتيوب، وتحفه تحفه تحفه تحفه. وعيالك مش هيعرفوا ان دي اصلا مكرونه. تحفه، جربوها وقولي رايكم. مع السلامه. مساء السعادة يا حبايبي، على عيونكم عاملين ايه؟ بصوا دلوقتي ده بقى اختراع زي ما انا ما قلت لكم في اول الفيديو. دلوقتي احنا هنعمل الكراميل عشان نحط فيه المكرونه. هنحط كوبايه سكر وهنسيبها زي ما انتم شايفين كده لحد ما ايه، لحد ما تكرمل. اهو انا بوريكم بس مش هنقلب كتير عشان ما تخرز منكم. ماشي يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دلوقتي اهو بدأ ما يكرمل اهو. هقلبه لحد ما السكر الابيض ده يدوب خالص وتكرمل زي ما انتم شايفين كده. اهي دلوقتي قعدت اقلب فيها لحد ما اللون زي ما انتم شايفين. هو بس ايه، هياخد لون البني، مش غامق قوي ولا لما يطلع دخان. لو طلع دخان الوسط تتحرق منك ويعمل مراره. احنا بنقلب السكر لحد ما ايه، لونه يبقى بني كده والسكر يدوب. دلوقتي معايا نص كوبايه مكرونه، اي نوع مكرونه، صغيره كبيره لام، اي مكرونه. بصي دلوقتي عشان انا بدات الحله سخنه نار، وبدات ايه، قعدت اقلب فيها عشان ايه ما تلزقش في السكر وتعمل تكتلات. دلوقتي هحط عليها كوبايه لبن سخنه زي ما انتم شايفين. هحط عليها كوبايه لبن سخنه. انا قلبت المكرونه في الكراميل علشان ايه، تدينا ايه طعم حلو. انا مش هحتاج فيها سكر عشان انا فعلا لقيتها مسكره زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت اللبن، بص اهي، بصي جمدت ازاي اهي، جمدت ازاي. بس هي هتفك خالص لما اللبن يغلي. انا قعدت بس اعملها بالمعلقه كده علشان تفك، وفعلا قعدت اعمل فيها لحد ما بصي لحد ما فكت خالص اهي. وهتلاقيها بتغلي معاكي، هتغلي هي كده كده، هتغلي معاكي لحد ما المكرونه تفك خالص واللبن يعني. هتوطي بقى خالص عليها، توطي خالص عليها عشان المكرونه تستوي في اللبن زي ما انت شايفين. المكرونه تستوي في اللبن. وبعد كده بقى ايه، اما نيجي نعمل قوام الربط. ودلوقتي انا غطيت عليها زي ما انتم شايفين، هي عملت فوران. وقلت اشيل الحاجه اللي في الحله دي كده خالص. هي بصي هتوطي عليها خالص خالص لحد ما ايه المكرونه تستوي فيها، لحد ما تستوي فيها خالص. هي كانت هنا بوريكم المكرونه كانت داخله على السوا. وهحط لها نص كوبايه نشا عشان تربط اهو. سيبتها لحد ما غليت. وهنحط نص كوبايه نشا، ونحط معلقه فانيليا. وانتم شايفين اهو نص كوبايه النشا. نص كوبايه النشا هحطها عشان تدي قوام التقيل، عشان تدي قوام التقيل. وهتاخد غلوه بس لحد ما يتقل واصب. وبس انت تسيبيها بقى لحد ما قوامها يتقل. انا صورتها وهي كانت لسه يعني ما جمدتش تمام. وهنا هنحط رشه فانيليا صغيره عشان بس تديها طعم حلو قوي بس. وهتقلبي وتسيبيها بس تغلي غلوه وتطفي عليها وتصبيها في الكاسات. وهترشي عليها بقى رشه جوز الهند، زبيب، مكسرات، والطعم تحفه تحفه تحفه. ايه رايك يا محمد، طعمها عامل ازاي؟ حلوة. عجبتك؟ انت عرفت انها مكرونه؟ اه. شفتها كانت مكرونه عامله ازاي؟ ايه؟ كانت عامله ازاي؟ حلوة حلوة حلوة، عاملة زي المكرونة كده بالظبط، وانت كنت عاملاها لي. ماشي، والف هنا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. يعني ايه؟